دكتوره ناجي في حل مشكله الاسمده لسبب. احنا عندنا مصنعين بينتجوا اسمده، اللي هو ابو جير في اسكندريه والدلتا اللي موجود فين؟ في المنصوره، في طلخ، في كفر الزيات. لا ما ده مش كفر الزيات، شركه ده اتخصصت من زمان واتباعت من زمان، هي وابو زعبل. ما عندوش بينتجوا اسمده؟ مع بينتجوا للتصدير والحاجات دي، وما بينتجوش نترات ويوري. انا بتكلم عن الاسمده الازوتيه. شركه ابو جير بتنتج، وشركه الدلتا بتنتج، دلتا طلخه بينتجوا، ونحن لاجئين الكيماوي وزارعين خاب ومحصول صيفي عدى، وكل فواعل البلد مش قادره توفر شكاره كيماوي الفلاح. النهارده ثمنه 180 جنيه عند تجار القطاع الخاص. دلوقتي لما سالوا العمده، قال لي عد غنماتك يا عمده، قال لي واحده نايمه وواحده قاعده. اذا عندك شركتين يبقى يا اما انت عارف الفاعل لمشكله الاسمده ومش قادر عليه، يا الناس بالبساطه هتقول انت مشارك معاه. لما انا حياتي وروحي ان الكيماوي يوصل لي من اول ما احط البذره في الارض لحد ما تيجي توصل لمرحله الاثمار، لان انا لاقيها في مرحله البذار البذره، ولا في مرحله النمو، ولا لاقيها في مرحله الاثمار. ولذلك ما بتزرعوا ازاي يا استاذ محمد؟ احنا ما الدكتور نادر قال لك كلمه وصلت، واكيد وصلتك، قال لك اذا حطينا شكارتين فقدنا 30% من المحصول او 50% من المحصول، اذا مش حطش خالص مفيش محصول. وبعدين جت معاه ازمه السولار، بوظت مشاكل الرز، مع ازمه الميه، مع ازمه الواجب. انا بصراحه انا اقول كلمه يعني والله العظيم، يعني جوع وعطش دلوقتي يا دكتور نادر محمد، انا اقول كلمه وعشتها في 3-4 شهور اللي فاتوا. والله العظيم الدكتور حسين العطفي هذا الراجل اقول في حقه كلمه خير، عنده جهد وعنده جلد، على الاقل لما بنلاقي مشكله بيحلها. خاطر حضرتك ووزير الزراعه هو الاخر، لكن المشاكل توجد، يعني العمليه واسعه جدا جدا جدا. يعني حضرتك دلوقتي المفروض دلوقتي المحصول الصيفي مش بياخد حوالي 4-5 مليون طن ما ده اللي بنقول، اللي مفيش. انا عارف احتياجاتي قد الموسم، مفيش، لازم اوفرها. المفروض ابقى بشتغل عليها واشتغل على توفيرها. 5 شهور في الحكم، فكان لازم يوفروا. حصل نقطه مهمه يا دكتور. نعم. بيصدروا الامونيا السائله وضافوا عليها منتج ثاني، ضاف لك باسمه اليو اي ام، بيضاف لك اليوريا على النطرات على الامونيا السائله، وبقى يصدرها بقى نظر ليه. واحنا محتاجينها؟ لا اصل هو مش محمد بيه يقصد ايه، هو اصلا ممنوع. طب نسمع دكتور نادر. ممنوع تصدير الحاجات دي اصلا، تصدير الاسمده. فمصانع الاسمده عشان تتحايل، انا ما بصدرش سماد، بتغير شكلها يعني. لا، مراحل وسطيه. يعني انا عشان احضر سماد لازم احضر الاول امونيا سائله، لان الوحدتين الامونيا السائله تتحد بعد كده مع النطرات عشان تديني مثلا نطرات الامونيا سماد، وحدتين امونيا تبقى يوريا. يبقى اذا الامونيا السائله دي هي اول خطوه في انتاج هي الاساس بتاع استخدام. انا منعت تصدير السماد، وكان المفروض القرار يطلع السماد وجميع مراحل انتاجه. فعشان يتحايلوا على القرار بقى يصدر الامونيا السائله، لدرجه ان احنا صادراتنا لامريكا من الامونيا السائله في العامين الماضيين قفزت 5 أضعاف مره واحده. ده يبين لك التحايل ازاي، لان اللي عايز يطلع قرار كانه يتعمد ان يترك فيه ثغره. لان المفروض ان انا لما اطلع قرار بحظر تصدير السماد من الشركتين الحكومتين اقول السماد ومكوناته، فهنا بقى لا يبقى في امونيا سائله ولا يبقى في مراحل. طب دكتور نادر، امتى هنتخلص من ده؟ امتى هنتخلص من ترزيه القوانين اللي دايما يبقى بيحط القانون وقبل ما يحطه بيبقى عينه على الثغره اللي هيحطها فيه علشان يعرف ايه؟ لما يبقى الصالح العام هدف قدام عينينا، الصالح العام وليس هدف، وليس صالح الاشخاص، وليس صالح رجال اعمال او مصالح وحدات اقتصاديه قويه. لان هي مشكله الدول الناميه كلها الفقيره ايه؟ ان لرجال الاعمال سطوه على الحكم، بمعنى ان لهم كلمة مسموعة في الدولة. اذا كان الوزير المختص او المسؤول من القوة بحيث ان يفضل مصالح الفلاح اللي قاعد ده عن مصالح رجل الاعمال ومصالح الدولة، او انه يكون للفلاح اللي قاعد ده ظهر قوي متمثل، هو ظهره يكون ممثل الدولة لسبب. لان انا لما تيجي حضرتك تقول ان احنا بنستورد 10 مليون طن، دي نصف المعلومة، انما المعلومة الكاملة أن مصر على قمة الدول المستوردة للقمح منذ عام 2005، يعني هذا العام السابع على التوالي ونحن على القمة. لماذا وصلنا إلى هذا الرقم؟ عشان كده حتى لما نيجي نقول إن أنا هحقق اكتفاء ذاتي من القمح، أتحول من أكبر دولة مستوردة إلى دولة مكتفية ذاتيا، دي محتاجة مرحلة انتقالية. إنما هقترب من الاكتفاء الذاتي أو من الحد الآمن، إن بدل ما أنا بوفر احتياجاتي تكفيني 2-3 شهور، لا انا هوفر اللي يكفيني 9 شهور وبعدين 10 وبعدين لغايه اما نوصل الى هذه المرحله المتقدمه. متفق مع الدكتور نادر يا استاذ محمد؟ متفق مع الدكتور نادر، بس في نقطه مهمه جدا لازم نطرحها دلوقتي في ظل القيادات اللي موجوده حاليا، يعني في ظل دلوقتي وظل اللي جاي.